واحده صاحبتي كان في واحد عاوز يتعرف عليها، فقال لها انا عازمك على الغدا، فما كانتش عايزه تروح لوحدها، فقالت لي تعالي معايا. فرحنا طلبنا الاكل كلنا. وبعدين فجاه: الو، ايوه، تعبانه في المستشفى؟ لا انا جاي حالا جاي حالا. فاعتذر لنا ومش عارفه ايه، وقال لنا مامته في المستشفى وخلع. فقلنا عادي، ظروفه بتحصل لاي حد، ودفعنا الحساب ومشينا. اعزمك على الغدا تاني. فاخدتني معاها برضو، مش قادره اقعد، مش عارفه، انا بعتذر لكم جدا، لازم اروح حالا المستشفى. بعدين قال لها ايه، طب ممكن اعزمكم على يعني تشربي حاجه معايا ومش عارفه ايه. اخدتني برضو معاه. المهم فاخيرا دفع الحساب، بس ما سابش تبس. واحنا بنركز في الحاجات دي قوي عشان نعرف اللي قدامنا. لما روح كتب بوست على الفيسبوك وقال يا جماعه ظروف الحياه بقت قاسيه جدا جدا جدا، فلازم لما نقعد في اي مكان نسيب تبس محترم عشان نساعد الناس اللي شغاله في المكان دي على مواجهه الحياه الصعبه، وقد ايه ان ده جانب انساني لازم نهتم بيه كلنا. فلو سمحت لما تقعد في مكان لازم تسيب تبس محترم.